جرائم العنف الجنسي في منها الجنح وفي منها الجنايات. ايه تعريفها وفقا للقانون المصري، وايه اللي ما كانش ليه تعريف بداخل القانون المصري؟ تقسيمة الجرائم جنايات أو جنح هي بتتصنف على حسب العقوبة، يعني طبعا الفعل المرتكب والعقوبة المعاقب بيه. فكل الجرائم اللي هي عقوبتها 3 سنين، من 3 سنين ل5 بتتصنف جنح، 3 وفي أحيانا في ظرف مشدد بتبقى 5 فبتتصنف جنح. فوق ده بتتصنف جنايات. ايه هي جريمة هتك العرض وفقا لتعريف القانون المصري، وايه هي عقوبتها؟ جريمة هتك العرض في القانون المصري يعني نصت على أو نصت على كل من هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب بالسجن المشدد ما يقلش عن 7 سنوات، ممكن توصل العقوبة ل20 سنة. وحتى الناس برضو عندهم تساؤل يعني ايه اصلا هتك العرض؟ وايه هو العرض في القانون او محكمة النقض هي اللي وصفت لنا يعني ايه عرض. قالت ان العرض ان هي مواطن العفة لدى المرأة، ويعني لحد ما وصفته من اول الوش او الرقبة لغاية الرجلين، ان دي مواطن عفة لدى المرأة او لدى البشر يعني كلهم، ما يجوز ان حد ان هو يعتدي عليها.